ما تعديش الفيديو ده قبل ما تسمع رسالة الملاك ميخائيل ليك مخصوص النهاردة. رسالة فرح وبركة، عايز يطمن قلبك ويقولك كل أحلامك وأمنياتك في أمان ومتشالة في إيد المسيح، ومصيرها في يوم هتتحقق وتفرح بيها. تفائل وما تخافش، انت هتتفاجئ وهتندهش جدا من الحاجات العظيمة اللي ربنا هيعملها في حياتك. بس انت افتح قلبك واستقبل عمايل ربنا دي بالإيمان. خلي دايما إيمانك قوي إن ربنا بيحبك وسمعك وحاسس بيك وبكل وجع فيك. هيبدل كل دمعة نزلت منك بضحكة طالعة من أعماق قلبك، ضحكة صوتها هيوصل لآخر الدنيا. هو وحده اللي قادر يرجع لك بهجة روحك وينور قلبك اللي انطفى من تاني. بص حواليك وافتكر ياما ناس قبلك تعبت وشالت هموم جبال وربنا عوضهم أحلى عوض. انت ليه شايل الهم وعمال تحسبها وترتب لها؟ سيبها للي خالقها، وفجأة في لحظة مش على بالك هتلاقي ربنا محقق لك كل اللي نفسك فيه وزيادة. إياك تفتكر إن ربنا ممكن ينسى حد من أولاده. اطلب منه وانت واثق وهو أكيد هيستجيب. صدق إن اللي ربنا شايلهولك وبيرتبهولك أحسن مليون مرة من أي حاجة كنت هتعملها أو ترتبها لنفسك، وهتنجح وهتوصل رغم كل الظروف اللي حواليك. ارمي همك ورا ظهرك وريح بالك. بكرة ده مش بتاعك، ده في ايد رب التدبير اللي ضابط الكل، ومفيش حاجة بتخرج عن إرادته. ما تقلقش أبدا، الخير اللي مكتوب لك هتشوفه بعينك قريب جدا، وربنا هيفرح قلبك بزيادة. كل أمورك مترتبة، إلهك هيديك ويكفيك وهيبارك لك في كل حاجة تخصك. اطمن، شيل القلق من تفكيرك، لأن ربنا هو اللي مسؤول عنك شخصيا، مسؤول عن مستقبلك، عن ظروفك، وحتى أحلامك اللي بتتمناها هو متكفل بيها. اصبر بس على أي حاجة صعبة بتمر بيها دلوقتي، علشان هيجي عليك يوم قريب قوي ربنا هيعوضك فيه تعويض ينسيك أي تعب. ربنا قريب منك قوي وانت في حمايته، ومهما كانت الأيام والظروف قاسية وصعبة ما تخافش منها أبدا، لأن كل حياتك في إيد ربنا لوحده. طمن قلبك وعيش وانت مطمن ومرتاح، لأن اللي بيدبر لك أمورك هو ضابط الكل. قول أمين بشفاعة الملاك ميخائيل، وابعت الرسالة دي لحد محتاج يسمع الكلام ده.